بيه كان رئيسا على قبيلة قرالوس أثناء تثبيت الحدود سنة 1120 هجرية، يعني تقريبا 1700. هذا الشيخ تتحدث في أيام الدولة العثمانية لو قبل لو بعد عزيز بيك يعني؟ عزيز بيك في أيام الدولة العثمانية؟ لا، قبل أثناء الدولة العثمانية. نعم، قبل، يعني باعتبار قبل من الدولة العثمانية. نعم. من صار تثبيت حدود بين الدولة العثمانية وبين هو الرئيس. نعم، هو رئيس قبيلة قرالوس. نعم. بعدين نوبجا احتلال البريطاني. قبل وأثناء احتلال البريطاني كاكا خان بيه كان رئيسا على قرالوس. نعم. إلى سنة 31. من 31 سنة 31 توفى جدي كاكا خان بيك. تنسب والدي سامير بيك ابن كاكا خان بيك بموافقة وزارة الداخلية الكتاب 3086 سنة 17 تشرين الثاني 1931. نعم. توفى والدي الله يرحمه. الله يرحم والديك. توفى والدي سنة 1971. نعم، رحمة الله. نوعا تنسبت بموافقة كافة الوجهاء والشيوخ العشائر. والنعم تاريخ رحم الله والدك، رحم الله أمواتكم الشيخ العزيز. أشكرك شيخنا الجليل. الله يحفظك. احنا طبعا بعد